على فكرة هو مش عيب ان انت تقعد مع مراتك وعيالك وتقول لهم على اي حاجة في حياتك. مش عيب ان انت اما تكون بتمر بظروف مالية مش مظبوطة ومطلوب منك متطلبات في البيت عندك من مراتك ومن عيالك، مش عيب ان انت تقعد معاهم وتقول لهم انا بمر بظروف صعبة. مش عيب ان انت تقول لهم على الحقيقة. لازم تعرف عيالك حياتك ماشية ازاي ودنيتك ماشية ازاي، لانك انت الدنيا مش كلها حلو. مش كل الايام الدنيا مظبوطه معاك، مش كل الايام طبعا الدنيا كلها مظبوطه معاك او مش مظبوطه معاك. في ايام فوق تحت وشويه تحت وشويه فوق والدنيا بتمشي. بس الفكره من ان انا بقول لك عليها دي انا بعملها بصراحه مع مراتي وعيالي، الحمد لله وفضل من ربنا عليا ان هم متجاوبين معايا في الحته دي. ان الدنيا مثلا اما بتكون الدنيا ضيقه معايا في الفلوس، او مثلا هبتدي حاجه هعملها وهتكون محتاجه فلوس مني، او محتاج او هتاثر على مصاريف البيت شويه، او هتاثر على مصروفهم، او هتاثر على حياتنا شويه. الحمد لله وبفضل الله ان مراتي وعيالي متجاوبين معايا في الحته دي. فاقعد مع مراتك ومع عيالك اما الدنيا تكون مقصره معاك، اقعد فهمهم مش عيب. عرفهم مثلا ان انا بمر بظروف ماليه، ان انا مثلا مش هقدر اعمل الحاجات اللي انتوا طالبينها عليا مني دي كلها، هعمل مثلا 50 70% منها. ليه انت بتعمل كده؟ لانك انت بتعود مراتك وعيالك على تحمل المسؤوليه. بتعودهم ان في مسؤوليه، وان البيت ده مش قايم عليك انت لوحدك، لا ده قايم على اللي موجودين في البيت. اما يكون في ظرف اللي في البيت كلهم يتحملوا. وده على فكره مش عيب ولا تقليل منك ولا اي حاجه على فكره. ده انت بتزود ثقتك بتزود ثقه اولادك ومراتك فيك، ان احنا واضحين، ان احنا عارفين بعض، ان احنا واضحين في كل حاجة. وعيالك يعرفوا ان انت مسؤول، ويعرفوا ان هم مسؤولين معاك في البيت برضو، ويتحملوا معاك المواقف الصعبة. ده مش عيب، ده بيزود ثقة ولادك فيك ومراتك. السلام عليكم.